مفيش صفقات السنه دي لنادي الزمالك. انتوا احسن اداره في العالم، فين بقى الصفقات؟ بيراميدز داخل ناويها بياخد معاه ابره ويحطها في ال 18 ويجيب جول من خرم الابره. استاد ازاي؟ واستاد ده بيتعمل ببلاش، بيتعمل على نفقه الدوله، زي ما كل اللعيبه دلوقتي في مصر تتمنى تلبس تيشيرت النادي الاهلي. يا جماعه احنا عايزين واحد يجي يقعد مصطبه في اتحاد الكوره ويلم الحكام كده ويقعدهم قدام المصطبه ويقعد يحفظهم القانون من اول وجديد. فانا عايز اعرف التحكيم بيقاس باي مقاييس؟ أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، أهلا بيكم مع فيديو جديد في قناتكم الزمهلاوي. في الأول بس بنتمنى دعمك، توصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، كومنت كويس، وتشير الفيديو لأصحابك، وتعمل سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أخبارنا النهاردة كتيرة ومتنوعة. هنبدأها من نادي الزمالك. نادي الزمالك مفيهوش فلوس خلاص، ومفيش صفقات خلاص، مفيش صفقات السنه دي لنادي الزمالك. وخالد الغندور حتى طلع واعلنها وقال مفيش صفقات. قال انا مش هضحك على الناس ومش هضحك على جماهير الزمالك، مفيش صفقات. الاولويه لدفع غرامه سبورتنج لشبونه، دي الاولويه. لكن صفقات جديده لنادي الزمالك السنه دي انسى، مفيش صفقات. يعني خلاص بالعربي كده وبالمفتشر مفيش صفقات. والخبر اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت ان في حد رجل اعمال عربي هيدفع مرتبات وغرامه سبورتنج لشبونه، تمام. لكن صفقات يعني الراجل هيدفع الغرامه وهيدفع مرتبات اللعيبه وهيجيب صفقات؟ يعني زي ما قلنا حسن الهلالي مش للدرجه دي. يعني نمشي ندفع بس بعض المرتبات المتاخره للعيبه وللمدرب وندفع غرامه سبورتنج لشبونه بس، لكن هيجيب صفقات؟ مفيش. والغرامة قناة الزمالك قالت انها اندفعت، يعني قالوا ان الغرامة اتدفعت. طيب اتدفعت، بيقول لك في صفقتين، محمود حمادة واللاعب بتاع طلائع الجيش. طيب يعني صفقتين؟ ما اعتقدش. وبعدين قناة نادي الزمالك بتقول كلام يعني غريب شوية، ان الجماهير في ظهر الادارة، وان مش عارف ايه في ظهر الايه واللي ايه في ظهر. يا عم ادارة على عيننا وعلى راسنا، لكن انا عايز جديد على الارض. يعني انت الاداره دي احسن حاجه، انت احسن واحد في الدنيا، انتوا احسن اداره في العالم. فين بقى الصفقات؟ ده انت مش عارف تدفع المرتبات بتاع اللعيبه ولا المدرب، والغرامه ملففاك وجايبين راجل من بره عشان بصوا من الاخر. يعني نادي الزمالك كان الله في عون نادي الزمالك، كان الله في عون نادي الزمالك. ده موضوع نادي الزمالك. الحته الثانيه بتاع شيكابالا بيقولوا في كلام انه رايح بيراميدز. بيراميدز ايه يا عم؟ ده بيراميدز مستكفي ومكفي وعنده وافي وشافي وعافي، كل حاجة عنده. عندك خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم، اقوى سكواد في مصر. يعني السكواد السنة الجاية، يعني الاهلي والزمالك ياخدوا بالهم قوي من بيراميدز السنة الجاية. بيراميدز مش بيهزر، بيراميدز داخل ناويها. يعني بيراميدز داخل السنه الجايه ناويها. فشيكابالا اصلا مش عشان هو وحش ولا كبير بيراميدز مش عايزه، لا بيراميدز مستكفي. هو بيراميدز بس عنده خط يعني مركز حراسه المرمى اللي فيه بعض يعني الكلام. يعني المفروض يدعم شويه مركز حراسه المرمى. وانا ما اعرفش الناس في بيراميدز مش واخدين بالهم ازاي ان مركز حراسه المرمى عايز تدعيم. لكن شيكابالا يروح بيراميدز ما اعتقدش. مش عشان شيكابالا لا، مش عشان خاطر شيكابالا خالص، مش فاضي، ما فيش مكان. ده انت عندك ناس هناك تقيلة يعني. فادي حته شيكابالا انه رايح بيراميدز، لا طبعا بيراميدز مستكفي زي ما قلنا ومش عايز حد. شيكابالا طبعا لسه في مشاكل. يعني هو قالوا ان الزمالك اللي عايز يبيعه البيراميدز، لكن لا، الزمالك مش عايز يبيعه البيراميدز. الزمالك اصلا كان عايز يعرضه للبيع او يبطلوا كوره عشان الوش والمشاكل اللي حصلت والكلام اللي حصل والوجع الدماغ اللي حصل بين شيكابالا وبين الاداره. وشيكابالا متمسك ب3 شروط مش هيغيرهم ومش هيتراجع عنهم. وقلنا ان شيكابالا يعني عقله متربس في الحته دي. اعتذروا في القناه، ادفعوا غرامه سبورتنج لشبونه، وادفعوا فلوس اللعيبه يا جماعه. وانا بطلب حاجه غريبه؟ هو اللي شيكابالا بيطلبه ده على فكره ده شيء طبيعي يعني. فدي حته شيكابالا. نرجع بقى لايه؟ نادي قفش البرتغالي كهروب نادي قفش بيقول لك راجع باسم تاني وهيرجع في الدرجة التانية البرتغالي. ومحامين النادي الاهلي المحترمين قالوا انه لو رجع قفش باي اسم
لو اسمه عبد السلام، تعالى يا عبد السلام ادفع مع كهربا. ايه يا عبد السلام انت جيت؟ الحمد لله على السلامه يا عبد السلام. ده نادي قفش، هيسمي نفسه عبد السلام وهو حر. وفي الدرجه الثانيه ازاي؟ يعني انا مش عارف يعني ايه اخش انط في الدرجه الثانيه. اما في رابعه وفي ثالثه وفي الكلام ده مش مهم، مش مشكلتنا. لكن لو نادي قفش البرتغالي رجع تاني هيدفع مع كهربا ويتضامن في دفع الغرامه مع كهربا. يعني هيبقى من مصلحه كهربا انه يدفع، ان قفش يرجع تاني للساحه وللاضواء. علشان ايه؟ علشان يدفع الغرامه. ادي قفش، يعني في بادره امل لكهربا ان حد يشيل معاه في الغرامه. تمام؟ طيب ايه تاني؟ محمد شريف اللي هو نازل ماتش الاهلي والزمالك بياخد معاه ابره ويحطها في ال 18 ويجيب جول من خرم الابره. محمد شريف اللي بينزل ماتش الاهلي والزمالك بس لازم يجيب جول او اتنين. محمد شريف في باقي الماتشات، انا بالنسبه لي محمد شريف ده من احرف المهاجمين. تختلف تتفق معايا، محمد شريف انا شايفه من احرف المهاجمين اللي موجودين في مصر، بيسجل من خرم ابره. ناس بتقول لك لا ده هو وقع للنادي الخليجي السعودي. طب يوقع ازاي وهو فاضل له سنه في عقده؟ محمد شريف عقده ينتهي مع الاهلي في صيف 2024، يعني فاضل له سنه كامله. مش من حقه يوقع، ولو وقع هيعرض نفسه للايقاف، ولو وقع هيعرض النادي اللي هو وقع له لايقاف القيد. فالكلام ده مش موثوق فيه، هو كلام بيطلع وخلاص. نادي الاهلي صامت، ما بيتكلمش، ملتزم الصمت. انا براحتك اللي انت عايز تعمله اعمله، لكن انا وقت الجد انت مرتبط معايا بعقد. واداره الاهلي حكيمه، يعني اداره الاهلي بتمتص اللعيبه بتاعتها. خالد بيبو طلع قال لك الكلام ده ما حصلش، لسه فاضل سنه في عقد محمد شريف، ازاي وقع لنادي الخليج السعودي؟ الكلام ده مش صحيح. وانا اثق في خالد بيبو، ومن قبليه كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو يعني بيعتبر يعني المدير الاداري التاريخي في النادي الاهلي. شوف كم البطولات اللي حصل عليها سيد عبد الحفيظ، محدش زيه حصل على البطولات دي. فانا بثق في كلام خالد بيبو ان محمد شريف ما وقعش، ولو وقع هتبقى مشكله له هو والنادي اللي وقع له. فانا معاهم في الحته دي. فمحمد شريف اللي بينزل زي ما قلت لك معاه ابره كده، ابره يحطها في ال 18 بتاع الزمالك ويجيب جوان من خرم الابره. هي سبحان الله هي ماشيه معاه كده. فاضل بقى مهاجم الاهلي الجديد. وصل مين هو؟ اقسم بالله ما حد يعرف، محدش عارف. هما في اداره الاهلي نصحى مستنيه اما تسوق القندوسي سيراميكا كليوباترا عايزه، وفي انديه تانية عايزاه، تقريبا سموحه عايزه، لكن هو شكله هيروح سيراميكا كليوباترا. فاداره النادي الاهلي مش راضيه تعلن عن الصفقه الجديده بتاع المهاجم الكبير اللي جاي، مهاجم كبير وجاي برقم كبير، لكن هو مين؟ تعتيم اعلامي محدش عارف عنه حاجه. لما يسوق القندوسي عشان ما يعملوش زي اسمه ايه الواد اللي هو بتاع جنوب افريقيا ده اللي كان موسيماني جايبه، هو رايح مني دلوقتي ازاي حاجه فيها سين كده، سامسون حاجه زي، مش سامسون اكينولا لا. فدلوقتي هم مستنيين بس يسوقوا القندوسي عنده 4 عروض بس، شكله هيروح سيراميكا كليوباترا. الكلام على سيراميكا كليوباترا، فهو شكله رايح كده. لان محمد شريف كمان من ضمن المشاكل، محمد شريف هنحتاجه تاني اهو. مهاجمين الاهلي عندك كهربا، صلاح محسن هيخش في التيم، محمد شريف العمليه مش مظبوطه معاه، فالقندوسي يمشي، المهاجم الجديد يجي، يعلنوا عن المهاجم الجديد للنادي الاهلي. والنادي الاهلي لما بيجيب حد في الفتره الاخيره ما بقاش زي الاول بقى، ما بقاش زي جون ابوكا وكولوبالي يعني الاهلي بقى يركز قوي، واللجنه بتقعد تفحص قوي وتفكر اكتر من مره في اللاعب اللي هيفيد النادي ولا هيحصل اي مشكله. نقول لك بس في النص كده، ما تنساش اللايك وتنسى تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي بقى زي ما قلنا نادي الزمالك عنده مشاكل جامه، ومش هنرجع نتكلم تاني في ان الزمالك موقوف القيد والكلام ده، لان نادي الزمالك مش محتاج حد يتكلم عليه، المشاكل بتبحث وتدور. ممدوح عباس المحامي بتاعه طلع قال يا جماعه اقسم بالله احنا مش حاجزين. اداره الزمالك بتقول لك ممدوح عباس حاجز، المحامي يقول لك مش حاجزين، شيكابالا يقول لك انا تواصلت مع كل الاطراف
القدام والجداد، الناس الموجوده دلوقتي والناس قبل كده، قال لك مفيش حجز. اداره الزمالك تقول لك لا في حجز، شيكابالا قال لك لا، محامي ممدوح عباس قال لك لا، ده هم اللي طلبوا من الضرايب تروح تاخد الفلوس. يا جماعه هو في ايه في نادي الزمالك؟ طب بالنسبه للنادي اللي بيتبني في 6 اكتوبر واللي احمد امير مرتضى راح هناك وجاب اللوادر شغاله والحفارات وقال لك احنا بنعمل استاد. يا عم استاد ايه؟ استاد ازاي؟ واستاد ده بيتعمل ببلاش؟ بيتعمل على نفقه الدوله. يعني نادي الزمالك بيعمل فرع في 6 اكتوبر على نفقه الدوله، والحفارات اللي جايه والشغل والمساحه والمهندسين جايين على نفقه، جايين من وزاره الصحه مثلا. يعني انا مش فاهم، يعني مثلا من وزاره الصناعه، من بنك التعمير والاسكان. يعني انا مش فاهم الزمالك ازاي بيبني نادي جديد ازاي وهو عليه فلوس للعيبه ومرتبات ما اتدفعتش والكلام ده. فانا بقى بص، يعني دي حاجه محيراني، حاجه مجنناني. ازاي هاو شاو ماو كاو ناو. يا جماعه احترموا عقول الناس، يعني نحترم عقول الناس شويه. انت ما عندكش فلوس، معكش فلوس، والاداره بتقول الجماهير بتدعمنا والجمعيه العموميه بتدعمنا. يا جماعه انتوا بتتكلموا في وادي واحنا في وادي. بكل ادب واحترام، بكل ادب واحترام، الزمالك او جماهير نادي الزمالك لها بطولات، لها صفقات وتقيله، مش اي صفقات. ملهاش في الكلام، انت بتتكلم مفيش فعل. اديني صفقات وقبض اللعيبه واعمل استقرار وخلي اللعيبه اللي جايه تحب تيجي تلبس تيشيرت نادي الزمالك، تيشيرت نادي الزمالك. زي ما كل اللعيبه دلوقتي في مصر تتمنى تلبس تيشيرت النادي الاهلي. ليه بيتمنوا يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي؟ استقرار، فلوس، نظام، سيستم ماشيين عليه. انما تيجي هنا نادي الزمالك العظيم، لا في استقرار ولا في فلوس، وفي مشاكل وفي خناقات وفي تراشق وفي بيانات. يا جماعه يا اخوانا. الموضوع اللي بعد كده رئيس لجنه الحكام بريرا ده ولا اسمه ايه؟ احنا مش عارفين اقلوه ولا هيقلوه ولا هيمشوه ولا هيسيبوه ولا ايه. النادي الاهلي بيشتكي من الحكام، ونادي الزمالك بيشتكي من الحكام، وجماهير الاهلي بتشتكي من الحكام، وجماهير الزمالك بتشتكي من الحكام. فاحنا مش عارفين يجيبوا لنا حكم اجنبي يبقى مش فاضلنا، وكل شويه تسافر وكل شويه يقول لك لا ده انا مرتبط عادي تاني في اليونان او في مش عارف. يا جماعه احنا عايزين واحد يجي يقعد نعمل له مسطبه كده في اتحاد، مسطبه في اتحاد الكوره، ويلم الحكام كده ويقعدهم قدام المسطبه ويقعد يحفظهم القانون من اول وجديد. لان الكلام اللي بيحصل ده تهريج، كله بيشتكي من الحكام، ويجيب جنبه فار على المسطبه كده ويعلمهم الفار. يعني الحكام لازم يتعلموا فار يا جماعه، ولازم يتعلموا قانون الكوره يا جماعه. بلانتي بتتحسب هنا ما بتتحسبش هنا، وبلانتي بتتحسب هنا ما تتحسبش هنا. فانا عايز اعرف التحكيم بيقاس باي مقاييس؟ يعني التحكيم له اكتر من معيار ولا هو معيار واحد؟ هتقول لي بقى ده الدوري الانجليزي بيحصل فيه اخطاء والدوري الاسباني وياما حكام اتوقفت. يا عم انا مالي، انا عايز منظومه التحكيم تمشي صح. لا هنا يشتكي ولا هنا يشتكي، يبقى العداله مطبقه على الجميع. اهلي عايز كده وزمالك عايز كده وكل الانديه عايز كده. عايزين العداله تطبق على الجميع والمعيار يبقى معيار واحد، ما تخدمش حد هنا على حساب حد هنا. حرام، في انديه بتسقط وبتقع وبتنزل وبتهبط بسبب اخطاء تحكيم. انت عليك بايه من ده؟ مجهود انديه كبيره ومجهود لعيبه في الملعب وعرق وبهدله وفريق بيكافح. بغلط صغير ممكن يهبط درجه تانية، ونادي تاني بغلط صغير ممكن بدل ما كان هيهبط يطلع. الكلام ده مش هينفع. لازم اتحاد الكوره يظبط النقطه دي. العداله، اللي ماسك العداله في الملعب وفي الكوره المصريه هو اتحاد الكوره، بس ماسك تحته ميزان التحكيم. ما تخليش حد يشتكي، ما تخليش حد يشتكي. طبق العدل بما يرضي الله بمعيار واحد. لكن احنا بنشوف بجد مهازل فعلا. ساعات الاهلي يبقى عنده حق في كور وفي العاب ممكن تضيع منه ماتش، ونفس الكلام الزمالك. ساعات بيحاب الاهلي، ساعات بيحاب الزمالك. ده كلام ده وكلام ده. الزملكاويه ده بيحاب الاهلي والاهلي
والاهلاويه ده الاحتواء. ما تعملش خلل، خلي المنظومه ماشيه صح، خلي منظومتك ماشيه صح، لان كده مش هينفع. اتمنى في نهايه الفيديو ان اكون قدمت لك حاجات كده دسمه، موضوعات دسمه، اخبار حلوه. احنا هنا بنعتمد على العداله وبنطبق العداله، احنا بنعدل بين اهلي وزمالك وكل الانديه، وبنعرض المشكله بكل ادب واعتدال. اتمنى لو وصلت معايا لحد هنا اضغط لايك ومتابعه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تشير الفيديو لاصحابك علشان يوصل لكل الناس والاكبر عدد من الجماهير. سلام عليكم.